المشكلة بقى إن في حد مثلا يبعت لي ويقول لي إحنا نفسنا نسمع أخبار كويسة ونفسنا نشوف خبر بيفرح عن نادي الإسماعيلي. خلونا في البداية نصلي على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وزي ما حضراتكم متعودين معانا نتمنى إن انتوا تدوسوا لايك للفيديو، لأن الفيديو ده مهم جدا جدا بيخص النادي الإسماعيلي، وهنتكلم في كواليس وتفاصيل صادمة لكل جمهور الإسماعيلي. طبعا إحنا عملنا الفيديو بتاع امبارح وطلبنا كل السادة المسؤولين عن النادي الإسماعيلي بفتح القيد، وإن الموضوع يعني داخل في طريقه صعبه جدا للنادي الاسماعيلي. وزي ما انا طبعا قلت لكم ان الانديه كلها بتخلص مع اللعيبه الكويسه اللي موجوده في الدوري خلاص، والدنيا زي الفل وخلصنا الفيديو. ولكن تفاجأنا الساعه 3 الفجر و4 الفجر ان الفيفا بيعاقب النادي الاسماعيلي بفترتين قيد. الواحد كده بيتخيل اللي هو احنا لسه عاملين فيديو بنطالب الناس وبنقول لهم ان انتوا ما دفعتوش وان انتوا اتاخرتوا وان انتوا بقالكم موسم كامل مش عارفين تحلوا المشكله. الفيفا طبعا بيفاجئنا وبيقول لك يا قلبي لا تحزن، في عقوبة تأديبية جديدة لفترتين على النادي الإسماعيلي. وكمان في الفيديو ده هقول لك عن الاستقالات اللي بالجملة داخل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، والأمور كلها على صفيح ساخن، وفي اللي موجود داخل مجلس الإدارة متمسك بالكرسي ومش عايز يمشي ومكمل داخل النادي. تعال أقول لك موضوع كواليس إيقاف القيد وإيه اللي حصل. خليني أقول لك إن امبارح كان في جلسة استماع بين رئيس النادي الإسماعيلي مع المحامي السويسري ويعني الناس اللي مسؤولة من الفيفا، وكان يعني بيتكلموا عبر خاصية الفيديو، وكان مع المهندس نصر أبو الحسن محامي سوداني ده برضو ليه علاقة بالقضايا اللي موجودة في الفيفا. وطبعا كان في جلسة استماع بسبب ان نادي الاسماعيلي متأخر في سداد بعض المستحقات المالية على النادي الاسماعيلي. وزي ما قلت لكم قبل كده ان النادي الاسماعيلي وصل لاتفاق مع اللعيبة على جدولة الفلوس، ولكن النادي الاسماعيلي دفع اول قسط واحد وبعد كده تخلف عن سداد المستحقات المتبقية، وبالتالي اللعيبة شكت النادي الاسماعيلي، وبالتالي الفيفا عاقب النادي عشان يتم دفع الفلوس وسداد كافة المستحقات اللي متأخرة. بعد جلسة الاستماع اللي حصلت بين رئيس النادي والمحامي السوداني اللي النادي الاسماعيلي استعان بيه، وزي ما قلت لك مع المحامي السويسري اللي موجود هناك بيتابع قواضي النادي الاسماعيلي، الفيفا عاقب النادي الاسماعيلي بعقوبة تأديبية لفترتين قيد. وده هنا بيدل على ان رئيس النادي مع المحامين اللي بيدافعوا عن النادي الاسماعيلي ما قدروش ان هم يقنعوا الفيفا او المحكمة الرياضية بالقواضي وبالغرامات، وبالتالي النادي الاسماعيلي اتعاقب فترتين قيد. الكلام هنا كتر، وده بسبب ان النادي الاسماعيلي ما بيطلعش يرد. ولكن خليني اقول لك في الفيديو ان النادي الاسماعيلي نزل بيان، وده اللي خلى كل جمهور نادي الاسماعيلي يخش يهاجم الاداره. فده التفاصيل اللي حصلت مع رئيس النادي. وكمان خليني اقول لك ان رئيس النادي وهو داخل النادي الاسماعيلي كان غضبان جدا وباين عليه يعني الزعل، والناس يعني كانت في النادي بتقول ان هو كان داخل مكتبه وما كانش بيكلم حد، وكان وشه يعني غضبان بطريقه غير معتاده، وده بسبب الازمه الكبيره جدا جدا اللي بيواجهها نادي الاسماعيلي. فطبعا كلنا صحينا الصبح اتفاجئنا ان الفيفا عاقب النادي الاسماعيلي بعقوبه تاديبيه لفترتين. طب يا جدعان ما احنا متعاقبين الموسم اللي فات برضه لفترتين، وده اللي خلى النادي الاسماعيلي يهبط للدرجه الثانيه. طب الامور هتروح فين والحل ايه والناس دي عايزه ايه والناس دي مكمله لحد امتى؟ يعني الناس اللي موجوده في مجلس الاداره دول عايزين ايه من النادي الاسماعيلي؟ نروح بقى للاستقالات. وزي ما قلت لك ان مجلس الاداره على صفيح ساخن، وهنا في تجمع من اعضاء مجلس الاداره لتقديم الاستقاله عشان يجبروا امين الصندوق ورئيس النادي الاسماعيلي ان هم يخرجوا من النادي الاسماعيلي. الثلاث اعضاء هم الكابتن محسن عبد المسيح والاستاذ احمد عبد الرحمن والنائب فرج عمران. الناس خلاص قرروا ان هم هيقدموا استقالتهم للجهه الاداريه عشان يجبروا رئيس النادي الاسماعيلي على تقديم استقالته او حل المجلس باي طريقه ممكنه، لان الناس خلاص شايفه ان الامور خرج عن السيطره. الناس شايفه ان الامور جوه النادي الاسماعيلي حدث ولا حرج. الناس شايفه خلاص، انت زي ما قلت لك الفرق كلها بتدعم بصفقات قويه، كل الناس قافله على نفسها وكله بيجهز للموسم الجديد. احنا بقى كنادي اسماعيلي بنشتغل في الوقت الضايع، وكأن مجلس الاداره بعد انتهاء الموسم بيفكر ايه ده، هو احنا عندنا قفل قيد؟ ايوه، امال انت حضرتك بتعمل ايه طوال الموسم؟ ايه هي المهام وايه هي الوظائف اللي حضرتك عملتها اللي خلتك طوال الموسم ما تفتحش القيد في نهايته؟ فهنا الساده الثلاث اعضاء الكابتن محسن عبد المسيح، النائب فرج عمران، الاستاذ احمد عبد الرحمن، خلاص اتفقوا ان هم يقدموا استقالتهم للجهه الاداريه عشان يجبروا رئيس النادي
على الرحيل من النادي الاسماعيلي. زي ما قلت لك الامور مشتعله تماما جوه النادي بسبب ان رئيس النادي وامين الصندوق والعضو احمد فهيم رافضين ان هم يفرطوا في الكرسي، وشايفين ان هم قد التحدي، وشايفين ان هم يعملوا جوه النادي الاسماعيلي ويحاولوا ان هم يفتحوا القيد. ولكن الناس دي بجد والله العظيم مش عايشه معانا على ارض الواقع، الناس دي عايشه في كوكب تاني. النادي الاسماعيلي بيتم تدميره بصوره رهيبه جدا. الناس مش عارفه الفيفا عاقبتنا ليه، الناس مش عارفه اي حاجه. ولما نيجي نطلع نتكلم ونيجي ننتقد الناس اللي بتدير النادي الاسماعيلي، الناس بتزعل مننا والناس بتقول لنا انت عمال تنتقد. امال المفروض انا بطلع بتكلم على النادي الاسماعيلي دوري ايه اللي انا مفروض اقوله؟ هل بعد كل الازمات والمشاكل اللي موجوده جوه النادي الاسماعيلي واطلع اقول لك ان الحياه جوه فل والحياه وردي؟ لا طبعا، انا هكون كده راجل منافق. انا هنا بتقي الله، الناس اللي بتسمعني بتثق فيا، فبالتالي لازم اقول كلمه الحق، فبالتالي لازم اخاف على النادي الاسماعيلي، لازم احافظ على هويه النادي الاسماعيلي، لازم اقول ان مجلس اداره النادي الاسماعيلي او ما يسمى بمجلس الهبوط، الناس دي فشلوا فشل ذريع في اداره النادي الاسماعيلي. احنا هنستنى ايه تاني؟ هل الناس اللي بتدافع ولا الناس اللي بتطبطب؟ هل انت بتخاف على النادي الاسماعيلي؟ هل لما انت تقول ان هم مش السبب في الازمات ولا المشاكل دي وان هم يعملوا ايه وربنا يسامح اللي كان السبب؟ ايوه خلصت كلامك. ايوه وبعدين بقى ايه اللي هيحصل؟ ناس كتيره سالتنا على موضوع سحب الثقه وجبهه الانقاذ، والامور مشتعله تماما، والناس يعني اخده باور واخده طاقه غير طبيعيه عشان يقدروا يقدموا الاستمارات دي للجهه الاداريه عشان يتم سحب الثقه من المجلس. خليني اقول لك من وقت ما انا بعمل مع حضراتكم الفيديو، اعضاء الجمعيه العموميه اللي وقعوا على استماره سحب الثقه حوالي 1551 عضو. الناس دي شايفه ان مجلس الاداره لازم يرحل، الناس دي اخذت قرار عاجل وقرار فوري عشان يتم الامضاء على استماره سحب الثقه. خليني اقول لك ان الناس اللي ماضيه استماره سحب الثقه مش على قد اسماعيليه بس، في ناس من خارج اسماعيليه ومن محافظات كتير مضوا على استماره سحب الثقه وبيقولوا ان لا وجود لمجلس الاداره داخل النادي الاسماعيلي. خليني اقول لك ان الكلام دلوقتي على لجنه هتدير النادي الاسماعيلي، ولكن خلينا بس نشوف المواضيع اللي بتخص النادي الاسماعيلي في التوقيت الحالي، وكل موضوع بيجي في وقته بنطلع نتكلم مع حضراتكم فيه. الناس مبسوطه من جبهه الانقاذ ان هم قدروا يجمعوا 1551 استماره سحب ثقه من المجلس الفاشل اللي مش قادر ان هو يدير النادي الاسماعيلي، اللي مش قادر يضيف للنادي الاسماعيلي، واللي النادي الاسماعيلي هبط في عهده للدرجه. تعالوا بقى نروح لاخيرا والحمد لله، والواحد عايز ينزل يسجد لربنا شكر ان نادي الاسماعيلي نزل بيان عشان يصارح الجمهور وعشان يكشف الحقيقه اللي موجوده وعشان يطمن جمهور نادي الاسماعيلي. ولكن مع وجود البيان ممكن انت تضحك كده ضحك هستيري. بجد الناس دي مسؤوله عن النادي الاسماعيلي؟ هل الناس دي عارفه ان نادي الاسماعيلي في ازمه حقيقيه ولازم يتم حل الموضوع؟ خليني اقرا لك البيان المضحك اللي نزله اداره نادي الاسماعيلي على صفحته عشان قال ايه يطمن جمهور نادي الاسماعيلي. البيان بيقول لك ان نادي الاسماعيلي بيعترض على القرار الخاص بالفيفا بوقف القيد. بيعرب النادي الاسماعيلي عن اسفه واندهاشه من قرار لجنه الانضباط بالاتحاد الدولي لكره القدم فيفا الصادر بتاريخ امس، والذي يقضي بفرض عقوبه وقف القيد لفترتين تسجيل على النادي. متخيل النادي الاسماعيلي مندهش وبيعرب عن اسفه، وقال لك كمان ان في غرامه ماليه قدرها 10,000 فرنك سويسري بدعوى مخالفه قرار سابق بشان حظر القيد خلال فتره الانتقالات الشتويه الماضيه. وشمل القرار ايضا غرامه ماليه على الاتحاد المصري للسبب ذاته. ويؤكد النادي ان هو على الفور اخذ الاجراءات القانونيه العاجله اللازمه للطعن على القرار، اما الالغاء او لوقف تنفيذه مؤقتا قبل بدء فتره انتقالات اللاعبين الجدد، حيث ان الاداره القانونيه تتابع الملف عن كسب وسيتم حسمه خلال الايام القادمه. ويطمن النادي الاسماعيلي جماهيره بان الاداره تبذل كل الجهود للحفاظ على حقوق النادي ومصالحه والانتهاء من هذا الملف في الوقت المناسب. يعني النادي الاسماعيلي بيقول لك انا مندهش تماما من القرار اللي حصل من الفيفا بوقف القيد، وان النادي الاسماعيلي ما يعرفش اي حاجه عن اللي بيحصل، وان النادي الاسماعيلي اتغرم 10,000 فرنك سويسري بسبب ان هو ما نفذش وما سمعش كلام الفيفا في الانتقالات اللي فاتت لما القيد اتفتح غلط لمده 4 ايام
وقدروا ان هم يسجلوا لاعب نادي بورفؤاد وهو اللاعب الوحيد اللي سجلوه. ولما النادي الاسماعيلي بعت عشان يتم تسجيل اللاعب على السيستم الفيفا قال له هو انت بناء على ايه بتسجل؟ فالنادي الاسماعيلي رد عليه وقال له بناء على ان حضرتك فتحت السيستم وشلت اسم من ايقاف القيد. رد قال له انت متعاقب لفترتين، فبالتالي ما حقلكش ان انت تأيد اي لعيب. وطلع النادي الاسماعيلي بقى بيان وقال لك ان احنا هنقاضي الفيفا لو تفتكروا انتوا الفتره دي. ويعني في سخريه من جماهير مصر كلها على بيان النادي الاسماعيلي ان هو ازاي نادي هيقاضي الفيفا وان هو هيعمل قصاده قواضي. قام الفيفا ملبسك ومغرمك 10,000 فرنك سويسري عشان انت خالفت التعليمات، وكمان غرم الاتحاد المصري بسبب ان هو سمح لك ان انت تأيد اللاعب بتاعك. كمان النادي الاسماعيلي بيقول لك ان انا هعمل الاجراءات اللازمه عشان اوقف القرار لمده مؤقته عشان اقدر ايد اللعيبه قبل بدايه فتره الانتقالات. شايفين الظروف وشايفين ان ده مجلس اداره يقدر ان هو يشتغل جوه النادي الاسماعيلي؟ شايفين ان ده مجلس اداره ناجح والناس بتزعل مننا لما بنقول ان هو مجلس اداره فاشل؟ شايفين النادي الاسماعيلي وصل لفين؟ انت متخيل يعني ايه عقوبه تأديبيه لفترتين تاني؟ يعني الموضوع منتهي تماما. يعني انت هتلعب الموسم الجاي بنادر فرج ومروان حمدي ومحمد عبد السميع وعبد الرحمن الدح وعلي الملواني. فالحقيقه وضع مأساوي النادي الاسماعيلي بيعيشه. الامور جوه النادي الاسماعيلي سخنه جدا، الناس مش عارفه تتصرف ازاي، ولكن الناس عندها كبرياء وعندها غرور وعندها تعالي ان هي مش عايزه تقدم استقالتها. نفسي بجد اسال سؤال للساده الاعضاء، هو انت ايه اللي منعك عشان تقدم استقالتك؟ يعني انت ليه متمسك بالكرسي؟ انت شايف هل انت هتقدر تضيف بعد كده للمكان ده؟ هل انت شايف ان انت وجودك جوه النادي الاسماعيلي هيشكل اضافه ويحقق المطلوب منك جوه النادي؟ متخيل مثلا وانت بتفوض لعيبه دلوقتي وفي ايقاف قيد، زي ما انا قلت لك قبل كده، انت بتتفاوض مع لعيبه ازاي وانت عندك ايقاف قيد اصلا؟ طب المشاكل بقى اللي جدت والناس بتستقيل اعضاء مجلس الاداره، انت هتقنع لعيب عندك ازاي ان هو يجي يلعب في النادي الاسماعيلي؟ طب انت هتقنع لعيب يجي يلعب عندك ازاي والاجواء كلها مشحونه والاجواء كلها غلط؟ موضوع صعب جدا، موضوع مقرف جدا، موضوع مرهق جدا، وكل ده على حساب جمهور نادي الاسماعيلي. كل ده واللي بيشيل الهم واللي بيشيل كل حاجه هو جمهور النادي الاسماعيلي. مجلس الاداره هيروح جاي مقدم لك استقالته ويقول لك سلام عليكم، وانت بقى يا معلم شيل الطين، وانت بقى يا معلم اخبط دماغك في ادخن حيطه، وانا خلاص بقى شكرا وشكر الله سعيكم. طب النادي الاسماعيلي وصل لفين؟ النادي الاسماعيلي رايح لفين؟ هل مفيش حد عايز يتدخل؟ هل وزير الشباب والرياضه مش شايف اللي بيحصل جوه النادي الاسماعيلي؟ هل الساده النواب والساده رجال الاعمال اللي موجودين في اسماعيليه مش شايفين ان النادي الاسماعيلي بيتم محو هويته؟ مش شايفين ان النادي الاسماعيلي بيتم تدميره بفعل فاعل؟ مش شايفين ان النادي الاسماعيلي خلاص هيروح في سكه مش راجع؟ يعني احنا هنفضل نبص ونتفرج ومش هنقدر نعمل حاجه؟ امور صعبه جدا. النادي الاسماعيلي والله العظيم لو ما اتدخلنا دلوقتي واخدنا قرارات بشكل عاجل وبشكل فوري الامور كلها هتسوء. مش هنعرف بعد كده نبني النادي الاسماعيلي تاني، مش هنعرف نقوم النادي الاسماعيلي تاني. يا مجلس اداره النادي الاسماعيلي اتقوا الله في النادي. يا مجلس اداره النادي الاسماعيلي الشيله كبيره عليكم، والله ما هتعرفوا تمشوا امور النادي الاسماعيلي. الامور كلها كبست عليكم ومش هتعرفوا تعملوا حاجه. ده انتوا وجعتوا قلوبنا وخلتونا نكره اليوم اللي شجعنا فيه الاسماعيلي بسببكم. انتوا قاعدين بتعملوا ايه لحد دلوقتي؟ انتوا عايزين ايه من جمهور النادي الاسماعيلي؟ يعني نامل ان الفتره اللي جايه، انا والله العظيم يعني الواحد كل فيديو بيقول نامل ان الفتره اللي جايه تكون افضل واحسن، ولكن بالناس اللي موجوده عن النادي الاسماعيلي واللي مسؤوله عليه دي، احنا ازاي هنكون كده؟ يعني احنا ازاي هنتصرف وازاي ان النادي الاسماعيلي هيكون في سكه كويسه؟ الناس دي مش عايزه مصلحه النادي الاسماعيلي، الناس دي متكبره عشان مش عايزه تقول ان الشيله تقيله عليهم، والناس دي متكبره عشان مش عايزه تسيب الكرسي وشايفين ان هم بيصلحوا. انتوا مش عارفين تصلحوا ولا عارفين تعملوا اي حاجه. بعتوا اللعيبه، امال اللعيبه اللي احنا بعناها دي كلها مش عارفين نفتح القيد؟ طب السفريات اللي انتوا قلتوا بناخد عليها فلوس وبنخلي اسم النادي الاسماعيلي موجود هناك في الخليج ومش عارف ايه والنادي الاسماعيلي مستفاد، ايوه فين برضو ده كله؟ ولسه عندنا ازمه نجوم المستقبل 75 مليون جنيه لسه هيدفعوا. يا مجلس الاداره احترموا نفسكم وامشوا وسيبوا النادي وخلاص يا جدعان. يعني انتوا هتعملوا فينا ايه تاني؟ ان شاء الله اي جديد هنعرفكم بيه. اتمنى من جمهور نادي الاسماعيلي يتفاعل معايا في الفيديو ده ويدوس لايك للفيديو. كمان يهمني ان انا اسمع ارائكم في التعليقات تحت، ويعني ان شاء الله باذن الله الامور تهدى قريبا. احنا الدراويش، انا الاسماعيلي، انا الفن والحرفنه واللعب البرازيلي من ايام رضا وشحته والعربي وميمي درويش، والدراويش هم الدراويش، الدراويش هم الدراويش.